ده هو اكيرا، وده يا صديقي مخترع لعبه اسمها انفينيتي، وبعد ما عدى 15 سنه من وقت اختراع اللعبه جه وقت انها تتقفل خلاص للابد. واكيرا بيكون حزين ان اللعبه اللي بذل فيها مجهود كبير جدا خلاص ما عادتش هتبقى موجوده. بيودع شخصيه في اللعبه اسمها سيد الشياطين، وبيقول له انه ادى واجبه في نشر الدم والحزن في جميع انحاء الارض خلال فتره اللعبه دي كلها. واول لما الساعه بتيجي 12 بالليل اللعبه بتتقفل، لكن فجاه اكيرا بيلاقي نفسه بيتسحب جوه اللعبه. بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل له، فبيقوم يبص في انعكاس بحيره كانت قدامه، وهنا بطلنا بيتفاجئ انه تحول لكوناي الملقب بسيد الشياطين في اللعبه بتاعته. بيصرخ بصوت عالي وبيقول انا ليه دخلت جوه الشخصيه بتاعت الراجل العجوز الشرير ده، بس بيتصمم لان الشخصيه دي اصلا من تصميمه في الاساس. فبيفتح الجاكيت اللي لابسه وبيلاقيه مترشق بالاسلحه. كوناي بيكون مستغرب عن سبب وجود الاسلحه دي وليه هو موجود في الغابه دي اصلا من الاساس. فبيفكر انه يفتح نظام امتيازات المسؤول يمكن يطلع بحاجه مفيده منه، بس بيلاقي ان المعلومات الموجوده هو مش بيمتلك المتطلبات الكافيه علشان يشوفها. فبيتعصب كوناي وما بيكونش فاهم ايه اللي مطلوب منه علشان يقدر يفتح المعلومات دي. بيتفاجئ في الوقت ده ببنت صغيره عندها صعوبه في المشي، وزي ما بيكون في حاجه بتطاردها. بيسالها مالك يا بنتي، لكن بتقول له ان هو يهرب من هنا في اسرع وقت ممكن. لكن فجاه بيظهر وحش ضخم وبيقول كوناي للبنت هو الوحش ده تبعك ولا ايه؟ يا ريت لو الوحش ده تبعك خليه يتصرف كويس قدام الناس الغريبه. بس بتصرخ البنت وبتقول له ان ده الشيطان ويا ريت يهرب من هنا بسرعه. بيقرب الوحش على كوناي وبيقول له انت بشر ضعيف وانا هتغذى على جسمك ودمك النهارده. بيهجم الوحش على كوناي وبمخلبه بيصيبه بجرح في وشه. بيتراجع بطن كوناي لورا وبيحاول يصد هجومه، وفجاه بيطلع منه طاقه كبيره وعينه بتطلع ضوء احمر، وبيقول للوحش ان هيندمه على اللي هو عمله ده. بيهجم عليه وبيقدر يخليه يطير خالص من الغابه وجسمه بينفجر. وبيقول كوناي لنفسه في الوقت ده انه عارف نظام اللعبه دي بشكل كويس جدا، لكنه ما شافش خالص وحش زي ده او البنت الصغيره اللي حصلته من الوحش. البنت الصغيره كانت واقفه وشايفه القتال اللي حصل ما بين الوحش وكوناي ومبهوره بقوته جدا. بتقول له يا ريت ما يأذيهاش، فبيقول لها كوناي انه استحاله يعمل حاجه زي كده، هو بس قتل الوحش ده علشان يدافع عن نفسه، لكن في الاساس هو مش شخص سيء اصلا. فالبنت بترد عليه وبتقول له لا انت اكيد شيطان علشان قدرت تهزم وحش زي ده بمنتهى السهوله. وفي الوقت ده بنعرف ان البنت دي اسمها هو جين. بيسالها كوناي في الوقت ده هل تعرفي دوله اليابان؟ فبتقول له ان هي اول مره تسمع عن المكان بالاسم ده، وبنعرف ان المكان اللي هم فيه دلوقتي اسمه مملكه النور، والناس هنا بتحترم الحكام جدا، والوحش اللي ظهر من شويه ده المفروض تم ختمه على ايدي الحاكم العظيم في الماضي، لكن هم دلوقتي مش عارفين ايه سبب فك الختم. وكوناي برضه بيكون مش فاهم ايه سبب استدعاء حد عجوز زيه في عالم زي ده، وبيقرر انه يفكر في طريقه يخرج بيها من هنا. بيتمشى هو جين لحد ما بيوصلوا لبحيره نقيه، وجين بيبقى شكلها متبهدل خالص وهدومها متوسخه. فبيطلب منها كوناي ان هي تنزل تستحمى في البحيره وهو هيستناها. ولما بتنزل جين الميه بتكون مبسوطه جدا لانها اول مره تجرب شعور زي ده. بتبص على كوناي وبتلاقيه بيفتح النظام اللي اخيرا المعلومات بدات تظهر له بشكل طبيعي. بيجي في بال جين في الوقت ده انه بيخطط ياكلها، وطلب منها انها تستحمى علشان ياكلها على نظافه. مش عارف هنا ايه التفكير ده. المهم بنشوف كوناي بيفتح مخزن الادوات وبيطلع فوطه لجين وبيسيبها وبيروح يكتشف الغابه. وبيلاقي ان هي متطابقه تطابق تام مع لعبه انفينيتي، وانه لازم يحصل على نقاط علشان مهاراته القتاليه تزيد. لكن السؤال هنا ازاي هيزود نقاطه في اللعبه الفاضيه دي؟ فبتيجي جين من وراه وبتشكره على الادوات اللي اداها لها. بيسالها كوناي لو كانت الوحوش معتاده انها تظهر كتير في الغابه دي، فبتقول له جين ان لو عدد الوحوش كتر في المدينه فده معناه ان المدينه بتتدمر خلاص. فبيسالها لو تعرف المكان اللي الوحش ده ظهر منه، فبتقول له جين انه كان مختوم في ضريح الامنيات اللي في الغابه. فبيطلب كوناي منها ان هم يروحوا سوا للمكان ده، بس بيكتشف ان هي مصابه في رجلها وانها هتاخروا في الحركه وكده. فبيقول لها طب خلاص انا ممكن دلوقتي اشيلك علشان نوصل بسرعه. وقتها جين بتصعب عليها نفسها وبتعيط وبتقول ان هي من زمان مصدر ازعاج للقريه، بيكرهوها علشان هي شغاله بتلم النفايات من الشارع وريحتها مش كويسه. واول لما ظهر وحش في القريه رموها هي كتضحيه ليه علشان يخلصوا منها. بيشيلها كوناي على ظهره وبيقول لها انها كويسه وريحتها مش كريهه ولا اي حاجه. واثناء ما هم في طريقهم كوناي بيكتب لها كلمات تقراها علشان يتاكد هم بيتكلموا نفس اللغه ولا لا، وبيكتشف ان هي بتتكلم نفس لغته، وده هيسهل التواصل ما بينهم قوي. وبعدها بيجري كوناي باقصى سرعته علشان يوصل لمكان ضريح الامنيات. اول لما بيوصلوا بيطلب من جين ان هي تقعد بره لانه حس ان في خطر في المكان قبل ما يدخل. ولما بيدخل بيكتشف ان في اشخاص غامضين مقتولين ومرميين على الارض. بيفضل يدور على مين اللي قتل الناس دي لحد ما بتظهر له ملكه اسمها ايدول. بتقول له اخيرا قابلتك يا سيد الشياطين، انت جالك امنيات كتيره جدا خلال حياتك بس النهارده هتكون وقت امنيتك الاخيره. بيستغرب كوناي وبيسالها هي مين وتعرف عنه ايه، وهل هي كانت السبب في استدعائه للعالم ده. فبتقول له ايدول ان الاشخاص المقتولين في الضريح دول هم السبب مش هي. فبيسالها ايه سبب فك ختم الوحش اللي كان بيقاتله قبل كده، فقالت له ان الوحش هو اللي فك نفسه بقوته الخاصه. هو بيستخدم الغابات المحيطه كوكر ليه وبيطلب تضحيات من الاهالي بتوع القريه. وقتها كوناي بيفتكر لما جين قالت له انها كانت ضحيه للوحش ده. ايدول بتتكلم وبتقول له ان الاشخاص دول كانوا مستنيين ظهورك بفارغ الصبر، لكن الوحش ده ظهر فجاه علشان يلهيهم ويذبحهم كلهم. وقتها كوناي بيقول لها انت انا مش فارق معايا الحكايات دي، انا كل اللي عايزه دلوقتي ان انا ارجع للعالم بتاعي. لكن ايدول
بتقول له ان هي مش هتقدر تعمل كده ولكنها هتمنحه القوه. بتلبسه خاتم في ايده فبيتعصب كوناي وبيقول لها ان حاسس ان الخاتم ده هيأذيه. بيحاول كوناي انه يقلع الخاتم لكنه مش بيقدر يعمل كده. وقتها بتختفي ايدول وبيطلع كوناي من الضريح وبيطلب من جين انها تدله على مكان العاصفه الكبرى اللي هنا. فبتقول له جين انها هتيجي معاه لان بعد ما اهل القريه ضحوا بيها للوحش ما ينفعش ترجع بيتها تاني. وقتها بيفكر كوناي مع نفسه بيقول بما اني ما اعرفش اي حد في العالم ده غير جين فهتبقى مفيده قوي بالنسبه لي لو رافقتني في الفتره دي. واثناء ما هم في طريقهم للعاصمه بيستغرب كوناي ان ليه ما حدش من كبار العاصمه فكر يتدخل في موضوع التضحيات اللي بتتقدم للوحش. فبتقول له جين بص يا سيدي ده بسبب ان المنطقه هنا بعيده جدا عن العاصمه. بيكملوا طريقهم واثناء ما هم في الطريق بيعدي كوناي وجين على القريه اللي جين منها. بيطلب كوناي من جين ان هي تقف تسلم على اهلها وتاخد اغراض ليها. ووقتها كوناي بيفعل عليه مهاره التخفي وبتخليه كانه شفاف حرفيا. وبيتواصل مع جين من خلال مهاره التخاطر علشان ما حدش يكون حاسس بيه. واول لما جين بتدخل القريه اهل القريه الخنازير بيتجمعوا وبيبداوا يتنمروا عليها. بيحتفوها بالطوب وبيتعصب كوناي لما بيشوف كده وبيخرج بره مهاره التخفي. بيتفاجئ في الوقت ده بضوء قوي جدا خارج من الخاتم اللي هو لابسه وصوت طالع من الخاتم بيقول له انه عنده السلطه يتخلص من اي شيء مش عاجب كوناي. وقتها بيتدخل كوناي وبيصد الطوب عن جين وبيستغرب اهل القريه من قوته وبيسالوه لو كان من اتباع وحش الجرولي وده الوحش اللي بطلنا قتله قبل كده. كوناي في الوقت ده مش بيهتم بكلامهم وبيقول للجين تدخل تاخد الاغراض اللي هي عايزاها وتفكها من الكلاب دول. بيكتشفوا اهل القريه بعد كده ان كوناي هو سيد الشياطين وبيكونوا مرعوبين منه جدا. وبيقولوا ان شكل جين هتبقى السبب في هلاك القريه دي على ايد سيد الشياطين. بيتعصب كوناي اكتر وبيطلع ولعته وبيرميها على بيت من البيوت بتاعه القريه وطبعا بيولع بسرعه لان البيوت هناك قابله للاشتعال. بياخد كوناي جين على ظهره وبيجري بسرعه وبيعتذر لها ان هو ما قدرش يخليها تجيب الاغراض بتاعتها من القريه. بس بتشكره جين في الوقت ده انه انقذها من تحت ايد اهل القريه المتنمرين. وبيقول لها كوناي ان هي اللي عامله كده في نفسها لان دايما بتكون شايفه نفسها ان هي قليله ومخليها الكل يتنمر عليها عادي. فبتقتنع جين بكلام كوناي وبتوعده ان هي هتتغير من النهارده. وبعدها بيستعدوا الابطال بتوعنا لرحلتهم للعاصمه. بينتقل بينا المشهد لمكان تاني وبنروح لعربيه جواها بنت اسمها لونا. بتقول لونا للسواق بتاعها انه يا ريت يمشي على مهله علشان هي مش عايزه يحصل لها اي حادث قبل ما تخلي السيد الشياطين يخضع عليها. فبيرد عليها السواق وبيقول لها انا حاسس يا سيدتي انك اتهورت شويه لما قررت تروح لوحدك من غير اخواتك العظماء. بس كان رد لونا عليه وقتها ان هي حابه تعتمد على نفسها لو حتى المره واحده. في الوقت ده بنشوف ان واحد بيبلغ قائد الجواسيس ان لونا هتعدي عليهم في طريقها وبيفتكر ان هي جايه تهاجمهم. بيجهز الاسلحه بتاعته بس قال له الشخص ده ان هم مش هدفها اصلا. وبنروح لكوناي وهو في طريقه مع جين بيحسوا ان خلاص الليل قرب يجي فبيقرروا يخيموا في مكان ويكملوا بكره الصبح. وقتها بيقدر كوناي انه يستدعي من النظام ادوات تساعده في بناء بيت وجين بتكون واقفه مبهوره بيه. بيقول لها كوناي ان البيت ده هيحميهم لو حد هجم عليهم بالليل. وبتدخل جين للبيت وبتلاقي وعاء ميه سخنه وبوعدها كوناي انه في المستقبل هيصنع لها بحيره كامله. بيترمي بعدها كوناي على السرير وبيقول لنفسه هل لما اجمع نقاط مهارات التحكم الكامله بالنظام وامتيازات النظام وقتها اقدر ارجع للعالم بتاعي. لكن بيدرك وقتها كوناي ان النظام بتاع لعبه انفينيت الخاصه بيه ما كانش فيه حاجه اسمها الرجوع للعالم. وبيتمنى كوناي انه يلاقي دليل في العاصمه اللي هو مسافر ليها دي. اما بقى تاني يوم الصبح بنشوف قائد الجواسيس ورجالته بيستعدوا لمهاجمه لونا لما تعدي. لكن بيلاقوا كوناي وجين وبيفتكروا ان ده كمين معمول ليهم لان لو هجموا على كوناي وقتها تهاجمهم لونا. فبيقرر قائد الجواسيس في الوقت ده انه يعمل هجوم سريع على كوناي وكوناي بيحس بوجودهم من على بعد. وقتها بينزل جين من على ظهره وبيخليها تبعد بعيد علشان يستعد للي هيحصل. وبالفعل فجاه بيترمي على كوناي عدد كبير من الاسهم وبيقدر كوناي ان هو يصدهم في اخر لحظه باستخدام مهاره اسمها الحاجز المتردد. هو بيقول كوناي في نفسه الرجاله دول ضعاف قوي. بيتكلم كوناي بصوت عالي وبيقول لهم بدل ما انتم مستخبيين كده اظهروا وواجهوني راجل لراجل. وقتها بيظهر عدد كبير من رجاله قائد الجواسيس وكلهم شايلين اسلحه وسيوف حاده وبيستعدوا لمهاجمه كوناي. فبيقول له قائد الجواسيس انت مالك شايف نفسك قوي كده ليه؟ يا ترى بقى انت مستخدم سحر ولا ايه بالظبط علشان الحاجز اللي انت عملته ده ما بيعملوش غير مستخدمين السحر. فبيقول له كوناي ان هو سيد الشياطين فطبيعي يعني يكون قادر يصد اي هجوم. فجاه بيهجم عليه واحد من رجاله القائد من ظهره بس بيديله كوناي بظهر ايده بيطيره بعيد عنه. فبيتكلم قائد الجواسيس وبيقول انه كان عارف ان هو مستخدم سحر من الاول. وفجاه بتظهر لونا وبتعمل هجوم على رجاله القائد بتخليهم كلهم يترموا على الارض. بتتكلم لونا في الوقت ده وبتقول الله 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 مين كان يصدق ان انا قابل سيد الشياطين اخيرا ومع شويه قطاع طرق قذرين. فبيحس قائد الجواسيس في الوقت ده انه هيموت النهارده فبيأمر باقي رجالته ان هم يهربوا من المكان. لكن بتطلع لونا سلاحها وبتهجم عليهم بمهاره اسمها الاندفاع الذهبي. ودي بتكون عباره عن اسهم ذهبيه بترشق في جسم قطاع الطرق. فبيحاول كوناي انه يعمل حاجز حواليه هو وجين لكن للاسف مش بيقدر يعمل ده بسبب قوه لونا المهوله. بيتكلم كوناي مع لونا في الوقت ده وبيقول لها ان هي المفروض تعتذر له علشان هجمته بدون سبب. بس قالت له لونا ان هو ما كانش هو المقصود بالهجوم ده وهي كانت عايزه تخلص على قطاع الطرق.
بيفضل كوناي يستفز فيها لحد ما بتؤمر رجالتها ان هم يهجموا عليه. بيطلعوا اسلحتهم وبيجروا على كوناي، لكن في اخر لحظه بيفعل مهاره الحاجز وبيصدهم وبياخد سلاح من واحد منهم. بيبدا كوناي في الهجوم عليهم وبيعجنهم ضرب هم والخيول اللي معاهم والكل بيترمي على الارض. وقتها لونا بتكون واقفه مرعوبه من قوه كوناي وبتتمنى ان الارض تتشق وتبلعها بعد ما كوناي هزم كل رجالتها. فبيقرب كوناي عليها وبينزل فيها ضرب وبيدغدغها حرفيا. بتصرخ بصوت عالي علشان حد ينجدها. بعدها بياخد كوناي فلوس كانت معاها وبيسيبها وبيمشي. هو بيروح بطلنا لسوق في مدينه ياهو وبيقرر ان هو يشتري اكل بالفلوس اللي اخدها من لونا. وبعد ما بياكله بيكمل مشي هو وجين لحد ما بيوصلوا لفندق فخم. بيدخل كوناي وبيطلب من مدير المكان ان هو يحجز له افضل اوضه عندهم. بتبقى الاوضه غاليه جدا لكن كوناي بيدفع عادي، ما هي مش فلوسه بقى. بيدخلوا الاوضه وجين بتنبهر بجمالها. وبعدها كوناي بياخد جين علشان يجيب لها هدوم كويسه بدل هدومها المقطعه دي. صاحب المحل اول لما بيشوف جين بيفتكرها الخادمه بتاعه كوناي، لكن كوناي بيطلع عمله ذهبيه من معاه وبيقول له انه عايز افضل هدوم عنده في المكان. صاحبه المحل بتريل وقتها على الفلوس طبعا، والبنات اللي شغالين في المحل بياخدوا جين علشان يختاروا لها افضل حاجه موجوده. بتطلع جين وهي لابسه فستان فخم جدا وبينبهر كوناي بحلاوتها، وبيطلب من صاحبه المكان انها تجيب له عدد كبير من الفساتين المشابهه للفستان بتاع جين ده. بياخد جين بعدها وبيروحوا للمطعم علشان يتعشوا، وهناك كل الناس بتتكلم عنه بسبب ان هو شكله راجل غني جدا. وبيقولوا كمان ان هو اشترى هدوم للبنت اللي معاه دي واللي هي جين بعمله ذهبيه. جين بنت الفقريه في الوقت ده بتبدا تقلق من كوناي لانه بيعاملها معامله كويسه جدا وبيجيب لها كل اللي هي بتتمناه وحاسه زي ما يكون بتحلم. وقتها بتدخل لونا للمطعم وبتتعصب على كوناي وبتقول له انت قاعد بتاكل بالفلوس بتاعتي، يخرب بيت بجحتك يا اخي. بيقول لها كوناي ان انت اللي قدمت لي الفلوس دي برضاكي مش غصب عنك. بس لونا في الحقيقه عملت كده لان ما كانش قدامها اي حل تاني يخليه يبطل ضرب فيها. وقتها بيأمرها كوناي ان هي تقعد معاه على الترابيزه وتبطل فضايح علشان مش عايزين يعملوا ازعاج في المكان. بيقوم كوناي ابننا الجنتل في الوقت ده وبيعتذر للناس عن اللي حصل، وبيقول لهم ان هو هيعوضهم عن الازعاج اللي حصل ده وهينزل لكل ترابيزه ازازه عصير تفاح على حسابه. بتتعصب لونا اكتر لانه عمال يوزع في الفلوس بتاعتها ولا كانها فلوسه هو. وبعد ما بيخلصوا اكل كوناي بيشيل جين ما بين ايديه وبيمشي بيها لان مش هيقدر يشيلها على ظهره بالفستان الضخم بتاعها ده. ولما بيوصلوا للفندق بيتفاجئ كوناي بلونا بتخبط على الباب وبتقول له ان هي هتبات معاه لان معهاش فلوس تقعد في اي فندق تاني. فبيسالها كوناي عن رجالتها فبتقول له ان هي امرتهم يمشوا علشان ما يتعرضوش لاي خطر تاني بسببها. فقلب كوناي الطيب بيشتغل وبيسمح لها تبات معاه وكمان بيرجع لها الفلوس بتاعتها. وبنشوف ان لونا وجين بيرتاحوا لبعض وبيكونوا صحاب جدا. اما بقى كوناي فبياخد التاك اللي كانت لابساه جين وبيحطه في مخزون الادوات في النظام. هو بيحس انه محظوظ علشان متاح ليه يحط عدد ملوش نهايه من الادوات في النظام بتاعه. اما باقي اللاعبين بيكون متاح ليهم 10 ادوات وبس. بعد كده بيجي جين ولونا بتبلغوا معلومات عن الحكام وبتقول له ان كل الحكام ماتوا بعد ما ختموا وحش الجيرول لان الختم استهلك كل قوتهم. لكن في المملكه اللي هم رايحينها دلوقتي دي موجود 2 من الحكام وبيكون اساميهم هم اوفان وسير، ودول بيكونوا مضيعين وقتهم كله في مساعده الناس. بنروح بعدها للبنت دي واللي اسمها كيلر وبتبقى واحده من الحكام وفي طريقها هي ورجالتها لمدينه ياهو. بيبقوا ماشيين بالعربيات باقصى سرعه. وقتها واحد من رجاله كيلر واسمه مونت بيقول ان اول ما يلاقوا لونا هيربطوها ويسحبوها على البيت على طول. وكيلر بتبقى متضايقه من لونا لانها اتصرفت من دماغها في قرار انها تيجي للمدينه تقبض على سيد الشياطين لوحدها. بس السبب الرئيسي اللي بيكون مخليها متضايقه انها عرفت ان في شخص قتل وحش الجيرول ولونا ما قالتلهاش اي معلومه عنه. بنروح لكوناي بقى اللي بيكون فاهم وضع الحكام الحالي من لونا وبيسالها فين يقدر يلاقي اوفان وسير اللي قالت له عليهم. فبتقول له لونا ان مرت عصور كتير من وقت ظهور الحكام دول، والناس بتقول ان التماثيل الحجريه اللي في مكان الامنيات منسوب لاوفان. بنشوف كوناي بعدها بيخرج للمدينه وبيقول في نفسه انه لازم يجمع معلومات عن العاصمه قبل ما يروح لهناك، وده علشان يقدر يلاقي طريقه يخرج بيها من العالم ده. بس الاول بيفكر في طريقه يجيب بها فلوس بدل ما هو مفلس كده. بياخد كوبايه اثريه عزيزه على قلبه وبيروح علشان يبيعها وبيطلب من الراجل يقول له سعر حلو فيها. بيستغرب الراجل انه كوناي اللي بيتقال عليه اشاعات ان هو راجل غني من عائله ملكيه جاي في الاخر يبيع اغراضه علشان الفلوس. فبيرد عليه كوناي في الوقت ده وبيقول له حاول ما تصدقش اي اشاعات بتسمعها. بيبيع كوناي الكوبايه في الوقت ده ب5 قطع ذهبيه وده مبلغ عالي جدا. بيوصل بعدها كوناي للفندق بس بيلاقي حد بينادى عليه. اما في الوقت ده بنروح لضريح الامنيات وهناك جماعه اشرار متضايقين ان هم ما قدروش يمسكوا السيد الشياطين كوناي، لكن بيقولوا ان هدفهم الاساسي دلوقتي ان هم يقضوا على كل الحكام اللي موجودين. وبنرجع تاني لكوناي اللي بيلف راسه علشان يشوف مين بينادى عليه وبيلاقيها كيلر ومعاها عدد كبير من الجيش. بيقول كوناي في الوقت ده مين البت دي شكلها مختله وجايه تعمل قلق هنا. هو بنعرف ان كيلر ما تعرفش ان اللي قدامها ده هو السيد الشياطين اصلا. فبتقول له انه يا ريت لو موجود يظهر ويوريها نفسه. بتظهر وقتها لونا وبتأمر كيلر ان هي تمشي من هنا وما تعملش مشاكل مع كوناي. بتتعصب عليها كيلر وبتقول لها انت ازاي تتجرأي وتهربي من غير ما تعرفيني؟ هو انت خلاص بقيتي كبيره نفسك ولا ايه؟ وفجاه الجماعه الاشرار اللي كانوا في الضريح من شويه بييجوا يقفوا قدام كيلر وبيقولوا ان هم هيخلصوا عليها النهارده. بيستخدموا مهاره اسمها الطائر الجليدي ودي بتكون عباره عن
عن اسهم جليديه بتتحدف على كيلر. بتطلع كيلر المطرقه بتاعتها في الوقت ده وبتقدر تتصدى للهجوم، وكوناي بيفهم ان دول الاشخاص اللي كانوا بيستهدفوه، لان اول مره راح فيها الضريح كان في عدد كبير مقتول منهم على ايد وحش الجرول. بتطلع لونا اسلحه هي كمان، وكل الجيش اللي مع كيلر بيستعد للقضاء على الجماعه دول، وبتقول لهم لونا ان المفروض يحسوا بالفخر لانهم هيموتوا على ايد السحر بتاعها. بس فجاه واحد من الاشرار دول بيطلع ماده سحريه بيرميها على كيلر ولونا والجيش اللي معاهم، واول لما الماده دي بتوصل ليهم بيترموا كلهم على الارض ومش بيكونوا قادرين يوقفوا حتى. وقتها الاشرار بيستغلوا حاله الضعف اللي عندهم دي وبيحدفوا عدد كبير من الاسهم على لونا وكيلر. بس بيجي مونت الحارس الشخصي الكيلر في الوقت ده وبيفاديهم بنفسه، وكل الاسهم بترشق فيه هو. بيترمي على الارض وهو بيطلع في الروح، والماده السحريه دي بتبقى خلاص هتقرب توصل لكوناي وهو واقف متسمر مش عارف يعمل ايه. بس وقتها بينور الخاتم اللي في ايده وبيطلع صوت منه بيقول له انه هيرمي قنبله تنفجر في كل اللي موجودين، لكن كوناي بيرفض ان ده يحصل لانه مش عايز لونا وكيلر يموتوا. فالخاتم بيعاقبه وبيسلب منه قوته وبيخليه يترمى على الارض مش قادر يتحرك. بيفتح كوناي النظام وبيدور على حاجه يمكن تساعده، بس مش بيلاقي قدامه غير تفعيل مهاره تغيير الشخصيه. فجاه بتتغير شخصيه كوناي وشكله كمان، وبيفعل مهاره بتقدر تسحب الماده السحريه اللي اضعفت قوه كيلر ورجالتها. بيتصدموا الاشرار من قوته وبيسالوه انت تبقى مين، بس بيقول لهم ان انتوا عالم حقير قوي علشان تتشطروا على 2 ستات. وبيفتكروا الاشرار في الوقت ده ان هو صديق كيلر، فبيستعدوا للهجوم عليه. بيجروا عليه لكن بطلنا كوناي الفجر المطرشم بضربه واحده بس بيطيرهم كلهم ويقومهم على الارض. الكل بيكون مصدوم من قوته، ووقتها الشخص اللي القى الماده السحريه قبل كده بيكون عايز يفعلها تاني، فبيجري عليه كوناي وبيديله بالرجل في وشه بيدغدغ له طقم اسنانه حرفيا. كوناي بيفعل مهاره عباره عن ضربات متتاليه وبيستعد للهجوم مره تانيه، والقتال المره دي هيكون قتال بالايدي. بس قبل ما يبدا في الهجوم بتاعه الاشرار بيجروا منه بيكونوا مرعوبين من قوته. بيضحك كوناي في الوقت ده بسخريه وبيقول لهم هو انتوا فاكرين ان دخول الحمام زي يخرجوا؟ بيجمع كل قوته وبيضرب الارض ضربه قويه جدا بيحصل فيها كسر من قوه الضربه، وبيطلع من تحت الارض تنين ضخمه على هيئه شبح بيهجم على الاشرار دول هجوم قوي بيخلص عليهم كلهم. وبعد ما بتنتهي المعركه بتبقى كيلر واقفه مبلمه حرفيا ومش مستوعبه مدى قوه كوناي. بتتاسف له بتقول له انا اسفه ان انت تعرضت للخطر بسببي، بس بيقول لها كوناي ان اللي حصل ده مجرد خناقه عبيطه بالنسبه له. وبنعرف ان الشخصيه الجديده اللي كوناي متحولها دي ملقبه بالتنين الفضي، وبنشوف واحد من الجماعه الاشرار دول بيوصل له الخبر اللي حصل لمجموعته، وبيحس ان كوناي عامل تشكيل سري مع الحكام وبيحميهم. بيرجع كوناي لشخصيته الحقيقيه وبتيجي جين تطمن عليه. بيسالها لو كانت شافت الشخص اللي كان لابس ابيض من شويه وهاجم الاشرار، بس قالت له ان هي كانت جوه الفندق كل ده وما شافتش اي حاجه. بس لونا حكت لها عن قوته وسمته اللي كان فيها. بيتعصب كوناي جدا في الوقت ده من جواه وبيكون نفسه يقول لها ان هو الشخص ده. وبنروح لبنت في الوقت ده اسمها ميكان، وبتكون محترفه في السيف وبتتكلم مع صاحبتها يوكا وبتقول لها ان يا ريت تبطل تضيع وقت، وانهم لازم يكملوا رحلتهم في البحث عن مغامرين قادرين على اباده الذئاب الرمليه الخطيره. بيبصوا في مجله وبيلاقوا صوره كوناي ومكتوب عليها ان اللي هيلاقيه هيكون ليه مكافاه كبيره. بيستغربوا البنتين دول وبيقولوا يا ترى الشخص ده عمل ايه. اما بقى عن كوناي وجين ولونا بيكونوا في طريقهم لمكان معين، وكوناي بيدي لونا لبس جديد وبيطلب منها تلبسه علشان محدش يتعرف عليها بسهوله. اما بقى عن ميكان ويوكا فبيكونوا ماشيين في صحراء كبيره بيدوروا على الذئاب الرمليه، وبتقول يوكا ان الذئاب الرمليه دي وحوش خطيره جدا وشرسين ودمروا مدن باكملها. بس بترد عليها ميكان في الوقت ده وبتقول لها ان طالما مفيش اعداد كبيره من الوحوش دي فالمدينه هتكون في امان. واثناء ما هم بيتكلموا بيحس بوجود الذئاب دي حواليهم وبيطلعوا سيفهم وبيستعدوا لاي هجوم. وفجاه بيتلم حواليهم عدد كبير من الذئاب وبيترعبوا ميكان ويوكا وبيطلعوا يجروا من المكان لان مش هيقدروا يقتلوا العدد ده كله. بنروح لكوناي اللي بيوقف العربيه علشان ينزل يشرب سيجاره لان دماغه هتنفجر من كتر التفكير في انه ازاي هيزيد مهاراته وقوته، ولكنه بيلف في وشه بيتفاجئ بالذئاب الرمليه جايه عليه وبيفرح لانه لو قتلهم مهارته في الوقت ده هتزيد. بس لما بيدرك ان عددهم كبير بيبقى مش عارف هيهاجمهم ازاي، فبيستخدم في الوقت ده مهاره الحاجز، بس للاسف مش بيقدر يصد بيها غير ذئب واحد بس. فبيستعد بقى وقتها لاستخدام كل المهارات اللي يعرفها وبيقرب عليهم وبيستخدم مهاره الانقضاض، ودي بتكون عباره عن اسلحه كتير بتترمى على الذئاب من كل مكان. وفي نفس اللحظه بيعمل دوامه من الرمال بتشل حركه الذئاب، واخيرا بيرمي قنبله ضخمه عليهم بتعمل انفجار قوي جدا. وبعد ما بينتهي القتال اغلب الذئاب بيبقوا مرميين على الارض وبيطلعوا في الروح، واللي عايشين منهم بيطلعوا يجروا. بعدها كوناي بيقول لميكان ويوكا ان يا ريت يبقوا حذرين اكتر في المره اللي جايه علشان ما يتعرضوش لخطر زي ده، وبيطلع يركب العربيه بتاعته وبيكمل في طريقه. وقتها جين بتبقى منبهره بقوه كوناي لان بالرغم من انه شرير ومرعب لكنه هو انقذها من الضياع وتعامل معاها كبني ادمه، وخلى كل اللي كان بيتعامل معاها معامله قذره يندم على ده. بعد شويه بيوقف كوناي العربيه تاني وبيفتح النظام علشان يشوف مهاراته عليت ولا لا، وبيلاقي بالفعل ان مهاراته القتاليه عليت بعد ما قتل الذئاب، وبيبقى طاير من الفرح. بياخد لونا وجين وبيدخلهم جوه القاعده اللي هو عملها، وبيلاقي نفسهم انتقلوا لمكان القاعده في لمح البصر. وبعد شويه كوناي بيفتح النظام وبيلاقي ان اتفتح له خاصيه جديده، وبنعرف ان في لعبه انفينيتي كان في 8 مساعدين تحت قياده كوناي،
قوة الواحد من المساعدين دول بتعادل 1000 شخص. هو برغم ان هم بيستهلكوا نقاط مهارات كتير لكن موهبتهم تستحق المجهود، ولكن بنقاط مهارة كوناي الحالية مش هيقدر يستدعي غير شخص واحد بس، فلازم بطلنا يفكر كويس وما يختارش اي حد وخلاص. وبعد تفكير وتفكير وتفكير بيدرك كوناي انه محتاج يكون عنده وسيلة للدفاع ضد السحر. بيختار يانج، ودي بتبقى طبيبة عبقرية وعالمة وبتقدر تبتكر اشياء للحماية من السحر، ولكن عندها عيب صغير انها بتغضب بشكل سريع وممكن في اي وقت تهاجم كوناي، لكنه بيتغاضى عن السبب ده لان هي فعلا شاطرة وبيختار انه يستدعيها. في الوقت ده بتظهر يانج وبتبدا ترحب بيه، بيفهمها كوناي في الوقت ده ان هم دلوقتي في عالم تاني غير العالم بتاعهم. ويانج لما بتشوف القاعدة بتاعته بيجي في بالها ان هم يروحوا احسن لمدينة اسمها ظلام الليل، لان هناك في اعظم تكنولوجيا في الامبراطورية كلها. بيقول كوناي في نفسه ان لو فعلا عملوا كده وصنعوا قلعة ضخمة وحديثة في عالم خيالي زي ده الموضوع هيبقى صعب جدا. بعدها بتساله يانج انت ايه اول حاجة ناوي تعملها؟ فبيقول لها ان هو ناوي يغير القاعدة بتاعته دي ويقلبها مستشفى ميداني، بس يا ريت جنانك بقى يا اخت يانج ما يوصلكيش ان انت تقتلي الناس في المستشفى. بيحس كوناي ان هو بيتعامل مع شخصية صعبة الفهم ولازم يبقى حذر جدا في التعامل معاها. بيجي لونا وجين وبيشوفوها وبيقعدوا يسالوا كوناي هي مين دي وبتعمل ايه هنا، فبيقول لهم كوناي انه استدعاها علشان تساعده، وبيطلب من يانج انها تحاول تشفي الاصابة القديمة اللي في رجل جين. فبتقرب عليها وفجأة كل صباع من ايدها بيتحول لأداة طبية، وجين بتبقى قاعدة مصدومة من قدراتها. وبعد شوية بتقدر يانج انها تعالج جرح جين وتشيل لها الاثر بتاع الجرح كمان، ولا كأن كان في جرح في جسمها من الاساس. بتشكرها جين لان اخيرا بقت قادرة تمشي على رجلها بشكل طبيعي، وبتروح تتمشى شوية مع كوناي وبتقول له انها فرحانة علشان مش هيشيلها على ظهره تاني. وكوناي وقتها بيشكر يانج وبيقول لها انه كان صح لما اختارها من الاول. وبينتقل بينا المشهد عند ميكان ويوكا وبيقعدوا في مطعم وبيحكوا لتوما صاحبة المطعم عن قوة كوناي واللي عمله في الذئاب الرملية. وبنروح بعدها لاوتو، وده مؤسس جماعة الشياطين اللي كوناي هزم عدد كبير من رجالته قبل كده. بيقول له واحد من رجالته واسمه كانج انه كان سايبه طول اليوم امبارح علشان يقضي على كوناي ازاي راجع وايده فاضية، بس كانج بيرد عليه وبيقول له ان كوناي بيمتلك قوة كبيرة ومحدش يقدر عليه في الوقت الحالي. فبيقول له اوتو انه موضوع كوناي شغله اكتر من وحش الجرول، لكن دلوقتي لازم جماعة الشياطين يقدموا المزيد من التضحيات والقوة علشان يدمروا العاصمة بالكامل. ووقتها كوناي هيموت مع اللي هيموتوا في العاصمة، فبيوافق كل جماعة الشياطين على تعليمات اوتو. وبنشوف كوناي بعدها اثناء ما هو في الطريق هو والبنات اللي معاه، العربية بتعدي على قرية فاضية اشبه بالصحراء. بتقول له لونا ان دي هي قريتها، فبينزلوا كلهم يشوفوا منطقة لونا، وكوناي بيلاقي وقتها ان القرية متبهدلة وحالتها سيئة خالص. فبترد عليه لونا وبتقول له ان هي ملهاش دعوة بالمواضيع دي وكبار القرية هم المسؤولين. وقتها بيدرك كوناي انه لونا كويسة في استخدام السحر لكن مش كويسة في إدارة شؤون منطقتها. بيتكلم كوناي بعدها مع يانج عن طريقة تخاطره، بيقول لها ان شايف ان حكام القرية مستهزئين بلونا ومدينها القرية ميتة ما ينفعش ينبت فيها زرع ولا خضرة. وبيجي في بال كوناي فكرة انه يبني المستشفى اللي عايز يبنيها في القرية هنا، ولما بيعرض الفكرة على لونا بيوافق وبيقول لها انه بيفكر كمان يعمل بحيرة مياه ساخنة جنب المستشفى ويطلعوا فلوس حلوة من البحيرة والمستشفى كمان. وقتها بيجي حارس القرية وبيتصدم ان سيد الشياطين اللي الدنيا كلها بتدور عليه واسمه نازل في الجرايد واقف قدامه دلوقتي. بتقول له لونا ان هي وكوناي بقوا شركاء خلاص، فبيقول له كوناي ساعتها انه يا ريت يروح للاشخاص اللي عينوه يمسك القرية دي ويقول لهم ان من النهارده هو ولونا هيعتنوا بالقرية وهتبقى مسؤولة منهم. فبيرد الحارس عليه وبيقول له ان الموضوع مش بالسهولة دي، وانه لازم يتناقش مع رؤسائه الاول بخصوص ان هو يبقى متحكم في القرية. فبيرد عليه كوناي وبيقول له هو انت هتصدق نفسك ولا ايه؟ رؤساء ايه يا عم اللي انت بتتكلم عليهم؟ لونا هي الملكة الحقيقية للقرية دي ومن حقها ان هي تعين اي حد يساعدها. بيمشي الراجل ومش بيقدر يتكلم تاني في الموضوع لا كوناي يبلعه ولا حاجة. هو بعدها كوناي بيطمن لونا وبيوعدها ان هيخلي القرية دي تنهض من تاني على ايده، وانه كمان هيطلع لها مكاسب حلوة من الحاجات اللي ناوي يعملها. وبنشوف في الوقت ده 2 مزارعين من اهل القرية بيحصدوا محصول الجزر بتاعهم، لكن بيلاقوه دبلان جدا ومتهالك بسبب ان مفيش مياه والتربة ضعيفة جدا، والمياه بتكون تكلفتها عالية علشان كده الارض مشقاه وجافة. وبنعرف ان المزارعين دول من سلالة الارانب علشان كده مش بيزرعوا غير جزر، ما طبيعي يعني. وكل الاشخاص اللي من السلالة دي متواجدين في قرية لونا وبس. بيدرك كوناي في الوقت ده ان العاصمة هي اللي رمياهم هنا في القرية المتهالكة دي علشان يبقوا بعيد عن عيون الناس. بيروح كوناي في الوقت ده للمزارعين من سلالة الارنب وبيسألهم فين اقرب بئر مية موجود هنا. بيدلوه على طريق البئر، ولما بيروح هناك بينزل يانج في البئر علشان تشوف حالته، وبتكتشف يانج ان المياه الجوفية جواه مستنفذة تماما. بيقعد كوناي بعدها يفكر في طريقة لاستخراج المياه، وبيفتح مخزون الادوات بتاعه بيلاقي عجلة في طرفها جردل، والاداة دي هتساعده في خروج المياه من البئر حتى لو كان فاضي تماما. بيطلع الاداة من النظام وبتتصدم لونا وبتسأله هو انت بتحصل على الحاجات دي منين؟ فبيرد عليها وبيقول لها ان كل اللي بيعمله ان هو بيستخدم ذكائه. بيروح يعلق الاداة على البئر، ولونا بتكون متأكدة ان استحالة البئر ده يطلع مية مرة تانية، لكن الكل بيتفاجئ ان كوناي بمجرد ما نزل الجردل ده وطلعه تاني بقى مليان بالمياه. وبيقول لهم كوناي ان دي عجلة سحرية بتطلع مياه من الابار الجافة، بس بيطلب من المزارعين انه يخلي الموضوع ده سر علشان ما ينتشرش في القرية وتحصل حرب على الاداة دي.
بيفكر كوناي بعدها ان المزارعين في القريه بيعانوا من نقص في السماد، فبيفتح النظام مره تانية وبيطلع لهم سماد علشان يقدروا يزرعوا جزر صحي مش دبلان. لونا بتبقى حاسه ان كوناي بيعمل كل ده لغرض معين في دماغه، فبيقول لها انا فعلا مش بعمل عمل خيري ولا حاجه، انا بس بحاول اخلي المزارعين يحبوني علشان لما ابني المستشفى والينابيع يجوا يشتغلوا فيها معايا. ولونا ما بيكونش عندها مانع لان هي في الاخر برضو القريه بتاعتها. وبنروح لاجتماع بين كبار الشخصيات، وهناك كبيره الحكام انجل بتقول انها قلقانه على لونا بسبب انها تتعاون مع كوناي، وان ممكن كوناي ده يطلع في الاخر نصاب. وهناك واحد اسمه مارشيل بيقول ان طالما لونا مرتاحه معاه فلا احسن ان احنا ما نتدخلش ما بينهم. بس بيقول شخص تاني اسمه دونا ازاي ما نتدخلش وكوناي ده صورته ماليه الجرايد وحاطين مكافاه للي هيعثر عليه. بس بيرد عليه مارشيل وبيقول له ان ليه بسبب اشاعات طلعت علينا عاقبه، يعني هو طالما لونا بتثق فيه يبقى هو بالفعل شخص صالح. بيتعصب عليه دونا وبيقول له انت بتدافع عنه كده ليه يا عم، هو ابن خالتك؟ بعدين ده من فتره حرق القريه باكملها وحولها الرماد، فممكن يحرق قريه لونا عادي. الرئيس انجل بتحسم الكلام في الوقت ده وبتقول لدونا انه يهدى على نفسه شويه لان هم مش عارفين ايه اللي بيدور في دماغ لونا ايه، فلازم على الاقل ما يبوظوش الخطه بتاعتها ويراقبوا الاوضاع من بعيد. هو وقتها بيسكت دونا لانه اكيد مش هيعدل على كلام الرئيسه. بتوصل كيلر للاجتماع وبتطلب منها انجل انها تحكي اللي حصل اثناء الهجوم اللي هي تعرضت ليه، فبتقول لها كيلر ان ظهر شخص ملقب بالتنين الفضي وهزم كل جماعه الشياطين اللي كانوا بيهاجموهم، وبتقعد تحكي بقى قد ايه هو قوي وبتاع. انجل بتتصدم من المبالغه في شرحها وبتقول ان شكل الكيلر ولونا اتجننوا باين مؤخرا. هو بنروح لمطعم نوما وهناك في بنتين مغامرتين بيتكلموا عن ظهور محارب تنين هيعمل دمار في المدينه لو ما حدش وقفه، فبتيجي نوما وبتدي لهم صوره كوناي وبتقول لهم ان ممكن يستعينوا بيه في صد محارب التنين ده لانه شخص قوي جدا. اما بقى ميكان ويوكا فبيكونوا قاعدين سامعين الحوار اللي داير ده كله ومتضايقين ان في مغامرين غيرهم عرفوا بقوه كوناي وشكلهم باين كده بيغيروا عليه. وبنروح لمطعم ابن ناس كده اسمه ارتميس، وهناك كوناي والبنات بيكونوا قاعدين جوه. بتقول لونا ان المكان ده هو مكانها المفضل ودايما بتيجي لهنا، بس النهارده هم جايين علشان يحتفلوا بجين، وده علشان رجلها خفت على ايد الطبيبه يانج. وبعدها كوناي بيطلع من مخزون الادوات تورتايه فراوله كهديه لجين وبتبقى فرحانه بيها جدا. المهم بقى واثناء ما هم قاعدين بياكلوا في التورته ومبسوطين بتدخل عليهم ست وباين عليها ان هي غنيه جدا. هو بينبهر كوناي من المجوهرات الغاليه اللي هي لابساها، بتعتذر لهم ان هي جت وهم بياكلوا لكن بتقول لهم ان هي عايزه تقول شيء مهم. بيرحب بيها كوناي وبيطلب منها ان هي تقعد معاهم، وبيستغرب بعدها لما بيلاقي ان الست دي عارفه اسمه وعارفه انه كمان ملقب بسيد الشياطين. وبيتكلم مع لونا عن طريق التخاطر وبيسالها مين الست دي، فقالت له لونا ان دي من احدى اغنى السيدات في المدينه وما ينفعش ابدا يكون اي عداوه معاها. فبيقول لها كوناي انه هيحاول يكسب ثقه الست دي باي طريقه. بتقعد معاهم وبيعرفها كوناي ان هم هنا النهارده علشان يحتفلوا بشفاء رجل جين، فبتساله الست السريه دي عن رايه في المدينه، فبيقول لها ان هي جميله مقارنه بالاراضي الفقيره اللي عدى عليها خلال رحلته. بعدها كوناي بيعرض على الست السريه دي اخر اختراعاته وبيطلع من المخزون صابون سحري. وقتها لونا بنت الجنيه بتفضل تطبل لكوناي وبتقول للست السريه دي ان الصابونه دي بتشيل كل عيوب البشره، وفعلا بتلاحظ الست ان بشره لونا هي وجين بتنور وما بيكونش فيها اي عيوب. هو بيقول لها كوناي ان هي تاخد الصابونه دي كهديه، وده طبعا علشان ابن النص هيكسبها في صفه. وبيقول لها كمان انه قريب هيعمل بحيره مياه ساخنه في قريه لونا، ولو جيت جربت الصابونه دي هناك هتلاحظ مفعول رهيب. وبيقعد بقى يتكلم عن احلامه وخططه وبتنبهر الست بيه جدا. ولكن فجاه وهما بيتكلموا بيحس ان في زلزال في المكان. بيجي صاحب المطعم وبيقول ان في هجوم في المدينه من جماعه الشياطين. بيطلع كوناي بره المطعم وبيأمر يانج تحمي الناس اللي موجوده في قلب المطعم وهو هيروح ينهي الهجوم ده. لونا بتيجي وراه بتقول انها هتيجي معاه لان ما ينفعش يعمل قرارات متهوره كده لوحده، بس قال لها كوناي ان هي ممكن تكون هي الهدف من الهجوم ده، فالافضل ليها ان هي تفضل بامان جوه المطعم. جين بتبقى قلقانه عليه بس بيقول لها ما تقلقش وان هو هيروح يهضم الاكل اللي كله في العشاء بس وهيجي بسرعه. فالست بتلاحظ ان هو واثق من نفسه جدا وبيروح كوناي علشان يوقف الهجوم. بيفضل يتنطط فوق البيوت لحد ما بيوصل لمكان جماعه الشياطين، وبيلاقي ان هم بيولعوا في بيوت المدينه وبيؤذوا السكان وخاربين الدنيا على الاخر. بيحس كوناي ان هم بيعملوا كده علشان عايزين يتخلصوا منه ومش عارفين. وبنشوف ميكان ويوكا وهم بيحاولوا يتصدوا لهجوم جماعه الشياطين دول، وبتقرب ميكان عليهم وبتديهم ضربه بظهر سيفها بتخليهم كلهم يترموا على الارض، بس بيجوا من ورا ظهرها وبيهجموا عليها باسلحه ثلجيه، ويوكا بتقدر تصد الهجوم ده عنها في اخر لحظه. بتستخدم يوكا عليهم في الوقت ده مهاره كف الثلج وبتقدر ان هي تحاصرهم كلهم جوه كف ضخم مكون من الثلج. فجاه الكف ده بيتدمر وبيحصل انفجار قوي في المكان وافراد العصابه كلهم بيترموا على الارض. وقتها القائد بيأمر باقي الجماعه ان هم يهجموا بكل قوتهم لان اصلا عددهم كبير، فازاي مش قادرين يهزموا بنتين زي دول. بيتفاجئوا ميكان ويوكا ان في عدد كبير ظهر من الجماعه بتاعه الشياطين ده مره واحده وبيحاصروهم. واثناء ما هم محاصرين بيجي واحد منهم وبينزل بسيفه عليهم، لكن بيظهر كوناي وبيقتل الراجل ده بسلاحه. هو بيقول لباقي افراد الجماعه يا ريت بقى توريني قوتكم وتعالوا ندخل قتال سوا. بينزل كوناي في الساحه وبيقف قدامهم وبيطلع من ايده طاقه كبيره جدا بيهجم بيها عليهم وبيدغدغهم. وبيبقى لسه فاضل شويه منهم بيروح كوناي صنع مطرقه عملاقه جدا
وبيرميها عليهم حرفيا بتفعصهم تحتها. قائد الجماعه بيبقى بيطلع في الروح بس بيتضايق ان نهايته ممكن تبقى على ايد كوناي، فوقتها بيضحي بنفسه هو وافراد الجماعه بتاعته وبيستدعوا وحش شيطاني قوي علشان يقدر يقتل كوناي بسهوله. بيظهر وقتها الوحش وبيبص لكوناي وميكان ويوكا وبيقول ان شكله هياكل وجبه لذيذه النهارده. فجاه بيفعل مهاره اسمها مهاره الحاجز، ودي بتخلي المنطقه كلها محبوسه ومغلقه بالكامل، ومحدش يقدر يدخل لها ولا اي حد حتى يقدر يخرج منها. بيستعد الوحش علشان يقتلهم، لكن كوناي بيرمي صخره عليه في الوقت ده بتيجي في دماغه وبيتعصب الوحش جدا. بيفضل كوناي يستفزه بالكلام لحد ما بيخليه هجمه، بس وقتها كوناي بيفعل مهاره الحاجز وبيصد هجومه ده بسهوله. وياتي وقت هجوم كوناي، بس قبل ما بيهجم بينشط مهاره روح القتال عنده، ودي بتزود 10% من مهارات الهجوم والدفاع عنده، وكمان بتنشط القوه الخارقه. بيترعب الوحش من قوته اللي باينه عليه من قبل ما يلمسه اصلا، وبيترجاه يرحمه ويسيبه يمشي. بيقرب كوناي عليه وبيقول له ايه ده، هو انت خايف يا عم؟ انت مقضي حياتك كلها بتموت في الناس، جرب بقى شعور الموت لاول مره في حياتك. بيديله كوناي لكمه في وشه بتطيره في السماء، واثناء ما هو طاير في الهواء بيرمي عليه قنبله بتخلي جسمه يتحول لفتافيت حرفيا. وقتها كل الناس اللي في المدينه بيكونوا واقفين مصدومين من قوه كوناي وبيشكروا ان هو انقذ المدينه. يوكا بتشكر كوناي ان هو انقذها للمره الثانيه، وبتبقى عايزه تعمل اي حاجه علشان ترد له الجميل، بس كوناي بيرفض ده، ويوكا بنت الهبله بتبقى فاكره ان هو وقع في حبها علشان كده رفض. وبنروح لقاعه الشياطين، وهناك الزعيم اوتو بيأمر بنت اسمها ترون انها تخلي باقي افراد الجماعه يستخدموا كل قوتهم علشان يقضوا على العاصمه. وبنرجع لمطعم ارتميس الراقي تاني، وهناك في مهرج بيجي يقعد يعمل خدعه بصريه قدام الضيوف علشان يلهمهم عن الهجوم اللي حصل من جماعه الشياطين من شويه. والمهرج ده بيكون اسمه كاميا، ولما بيلاقي واحده عظيمه زي لونا قاعده في المطعم عادي من غير ما يكون حواليها اي حراسه، بيقول في نفسه ان الهدف التاني لجماعه الشياطين اكيد هيكونوا عايزين يقتلوها. وبنشوف البنات اللي من فريق كوناي قلقانين على كوناي جدا، لان من وقت ما خرج في معركه جماعه الشياطين ما رجعش تاني، بس الست السريه بتطمنهم. وقتها المهرج كاميا بيجي على الترابيزه اللي قاعدين عليها وبيبقى عايز يعمل لهم شويه خدع سحريه، لكن يانج بنت المجنونه بتقول له طب تعالى انا هوريك خدعه احلى بقى. بتقدر ان هي تقطع دراعاتها الاثنين وترجعهم مكانهم تاني، وبتقرب عليه وبتقول له بقول لك السم اللي في جيبك ريحته قويه قوي وظاهره، فيا ريت يعني لو ناوي تقتل بيه حد تستخدم شيء افضل من السم ده. وبتقول له انا عايزاك تمشي من هنا، ولو شفت وشك تاني هقطعك لحتت. وبنروح لكيلر وفونت الحارس الشخصي بتاعها، وبيبقوا في وسط معركه مع اشخاص شبه المومياوات، بتقعد تقتل فيهم، لكن بتلاحظ ان عددهم بيكتر بعدها، وبيظهر لها بنتين اخوات وبتهجم على واحده فيهم بمهاره عجله المسبحه، ودي بتكون عباره عن شعاع قوي بيخترق جسم البنت اما اختها الثانيه، فبيجي مارشال رئيس الجنود وبيقسم جسمها لنصين بسيفه. بينتقل بينا المشهد بعد كده لواحده اسمها مينك، وبتبقى في مواجهه مع افراد كتير من جماعه الشياطين، بيبقوا محاصرين اهل منطقه كامله، فبتفعل مينك عليهم مهاره المطر المقدس، وبتبقى عباره عن قنابل بتترمي على افراد الجماعه، والقنابل دي بتعمل انفجارات قويه جدا في المكان. بعدها مينك بتدي لاهل المنطقه قوه تخليهم لو تعرضوا لهجوم تاني يقدروا يدافعوا عن نفسهم. بيشكروها جدا، وبتقول لهم مينك ان هم يتبعوها ويقتلوا اي حد ظالم. وبنروح لجماعه الشياطين اللي اتهزموا على ايد كوناي، وبيقتلوا نفسهم علشان يقدروا يعملوا استدعاء لشخص قوي يجيب لهم حقهم. وبالفعل بيظهر اورت الملقب بامير الظلام، بيبص حواليه وبيتفاجئ بوجود حاجز في المدينه، فبيتضايق ومش فاهم هو ليه تم استدعائه في مكان مزعج زي ده. وبنشوف زعيمه الحكام انجل بتلاحظ وجود قوه شريره في المدينه، وزي ما تكون طالعه من شيطان مستواه عالي، فعلى طول بتعمل حاجز بيخلي الحكام في امان. كيلر وفونت بيلاحظوا وجود الشيطان، ففونت بمنتهى تهور بيجري عليه علشان يهاجمه. كيلر بتحذره لان الشيطان ده مستواه عالي، بس للاسف مش بيسمعها، ووقتها اورت بيطلع من عينه شعاع ليزر قوي بيخلي فونت يطير ويترمى على الارض. بيقول امير الظلام في الوقت ده انا مش مصدق ان في واحد اضعف من النمله جه يتجرأ يهاجمني. وقتها بيفعل امير الظلام مهاره بتلغي الحاجز اللي انجل كانت عاملاه. بتتضايق انجل وبتحاول تفعل الحاجز ده مره ثانيه، لكن قوتها بتكون مستنزفه خلاص. وبنشوف كيلر بتطلع مطرقه من معاها وبتقرب على امير الظلام علشان تهاجمه. وقتها بتيجي مينجو بتقول اورت يا امير الظلام وريني نفسك وايه مدى قوتك دلوقتي. بيحس امير الظلام بالانزعاج لانه محاصر من اتنين اضعف من بعض. بتجري كيلر عليه علشان تضربه بالمطرقه بتاعتها على دماغه، لكنه بيفعل حاجز حواليه بيصد الهجوم بتاعها. بتهجم تاني عليه بالمطرقه لكنه بيتفادى كل الضربات، وبتيجي مينج من وراه وبتبقى عايزه تغفله بسلاحها. بيقرب على كيلر وبيهجم عليها بشعاع الظلام الاحمر، لكن كيلر بتحاول تصد الهجوم بتاعه ده بحاجز، لكن من قوه الشعاع بتاع امير الظلام الحاجز بيتدغدغ 100 حته. بتيجي ترون في وقتها وبترمي عليهم ماده الهايدس، ودي الخاصه بجماعه الشياطين. الماده دي بتشل حركه كيلر ومينج، وبيستغل امير الظلام الوضع وبيقرب على كيلر وبيديها بالرجل في بطنها بيطيرها بعيد عنه. اما مينك فبيواجه لها ضربه قويه جدا بتخليها تترمي على الارض. بتبقى هي وكيلر نايمين على الارض جنب بعض، وبيديهم اورت الضربه القاضيه خلاص.
بيفعل عليهم شعاع الظلام وحرفيا بيبقوا بيطلعوا في الروح هما الاتنين. انجل بتبقى واقفه شايفه المعركه اللي دايره دي وعايزه تهد الحاجز اللي حاميها وتروح تتدخل في المعركه، لكن كيلر بتقول لها لا انت لازم تخليكي في امان. اما بقى عن كوناي فبيكون واقف من بعيد بيتفرج على انجل ومبهور بجمالها ولا عنده اي علم بالمعركه اللي دايره دي. بيدرك وجود المعركه متاخر فبيروح وقتها مفعل مهاره تغيير الشخصيه وبيتحول الشخصيه الملقبه بالتنين الفضي. بيروح لمكان المعركه وبيلاقي كيلر مرميه على الارض وبتستنجد بيه، وبيقدر كوناي انه يلغي ماده الهايدز زي ما عمل قبل كده. وقتها بيستغرب امير الظلام وبيساله انت مين يا ابني؟ بيقول له كوناي انت ريحتك ريحه قاتل شياطين ووقفتك كمان وقفه قاتل شياطين. بيهجم كوناي عليه وبيديله بالرجل في بطنه بيخليه يرجع خطوات لورا. بعد كده بيلف ظهره وبيفعل مهاره بتزيد الضرر بنسبه 5% وبيلف تاني وبيديله ضربه بتخليه يطير ويترمى على الارض. بيروح كوناي لعنده بسرعه وبيوجه له ركله بتخليه يتلزق في الحيطه فبيتعصب امير الظلام بسبب المرمطه اللي حصلت له دي، وبيفعل مهاره شعاع الظلام لكن بيقدر كوناي انه يصدها بسهوله. بيهجم امير الظلام وقتها على ترون علشان ياخد منها الماده بتاعه الهايدز، لكن بيلاقي ان الماده دي خلصت خلاص، فبياخد منها قوتها عن طريق امتصاص دمها وبيسيبها تطلع في الروح عادي. بيقرب كوناي عليها وبيحاول يفوقها وبيديها حبايه بتخليها تتعافى وترجع صحتها من تاني. بيبص كوناي عليها مش بيلاقي على وشها اي رياكشن يدل انه مبسوطه باللي هو عمله معاها. وقتها امير الظلام لما بيدرك قدرات كوناي في الاستشفاء بيقول في نفسه انه شكله جنس جديد من التنانين، وده امر خطير جدا، بس في الحاله دي انا هجمع كل قوتي وهقتله مهما كلف الامر. بيتحول جسم امير الظلام فجاه وبيبقى في هيئه ذئب عملاق، وبيقول لكوناي ان هو اللي اضطر يعمل كده، لكن بطلنا كوناي ما بيكونش فارق معاه يا ساده. بيهجم عليه هجوم قوي بيخليه يتحول لفتافيت، والكل وقتها بيبقى في حاله صدمه بسبب قوه كوناي، وبيقدر بعدها ان هو يشيل الحاجز اللي كان معمول حوالين المدينه. بيرجع كوناي لشخصيته الحقيقيه وبيروح لانجل وبتتصدم ان هي قاعده مع سيد الشياطين ان الكل بيتكلم عنه، وبتساله انت علاقتك بلونا بقى؟ فبيقول لها ان في الاول هي كانت بتتعامل معاه كانه كائن شرير، لكن بعد كده بقى في بينهم علاقه قويه. وقتها انجل بتفكر ان نيته وحشه وبتساله هل هو بيخطط لاذيه المملكه ولا لا، فبيقول لها كوناي ان مع افعالي وانجازاتي اللي ناوي اعملها في المستقبل فهتعرفي ان انا نيتي خير وكله كان فاهمني غلط. بعدها بيقول لها انه عايزها في حاجه مهمه وانه هو ناوي يعمل شويه بحوثات عن سيرف، فيا ريت لو تدله عن مكتبه او اي حاجه ياخد منها معلومات. بتستغرب انجل وبتقول في نفسها ولا عايز يعرف معلومات بخصوص سيرف، معقوله يكون عايز يعرف نقاط ضعفها علشان يقتلها؟ هو ازاي يطلب مني حاجه زي كده بمنتهى البجاحه؟ فبتقول له انا استحاله اقول لك اي معلومات عن سيرف، فدور انت بقى مع نفسك. فبيسيبها كوناي وبيمشي، لكن بتوقفه وبتقول له هل انت اللي هزمت ملك الشياطين اللي ظهر امبارح؟ فبيرد عليها بيقول لها ملك شياطين ايه بس، ده اضعف من انه يتصنف كملك شياطين اساسا. بتحس انجل ان هو مغرور علشان بيقلل من قوه حد زي امير الظلام. بعدها بيدخل كوناي على النظام وبيلاقي ان نقاط مهارته زادت بسبب القتال بتاع امبارح، ودلوقتي يقدر يبني المستشفى والبحيره الساخنه اللي هو كان عايز يعملها. بياخد جين بعدها وبيروح للمكتبه وبتقعد تدور على معلومات عن جماعه السيرف، لكن مش بتلاقي اي حاجه، وكوناي مش بيفرق له لانه واثق في الاخر انه هيلاقي اي معلومات. بتقرا جين في كتاب ان الاسلحه والدروع بتبقى موجوده في الزنزانات، فبيسال كوناي امين المكتبه عن الموضوع ده بيقول له ان ده صحيح، وكمان هناك بيكون في اشياء قيمه ونادره جدا. وقتها بيفتكر كوناي السلاح القوي اللي مع انجل، فبيقرر انه لازم يلاقي طريقه يرفع بها مقاومته للسحر، لان وسط القوه اللي هو فيها دي مش بيقدر يصد اي هجمات سحريه. بيمشي هو وجين من المكتبه وبيروحها وبيقول لها ان في شيء مهم لازم يعمله، واثناء ما هو ماشي بيلاقي ترون جاي من وراه وبتقول له ان هي عندها مهاره بتعرف بيها عواطف الناس وارواحهم، ومتاكده ان هو التنين الفضي اللي قتل ملك الشياطين امبارح. بينكر كوناي وبيقول لها انه ما يعرفش هي بتتكلم عن مين اصلا، واكيد عندها سوء تفاهم. بيحاول يتهرب منها بس بتقول ان هو مش فارق لها هما نفس الشخص ولا لا، بس كانت عايزه تقابل التنين الفضي علشان تشكره ان هو انقذها. فبيقول لها كوناي ان هو هيخليها تقابل التنين الفضي بس عنده شرط واحد، وهي ان تطيع اوامره وتعمل اي حاجه بيقول لها عليها. فبتوافق ترون من غير اي تردد. بيقول لها كوناي انه هيفتح مكان شغل قريب وعنده ناصف الموظفين، وطلب منها ان هي تساعده. بيروح كوناي بيها للفندق، وهناك لونا بتقول له ان البنت دي الشيطانه ازاي عايز تضمها للفريق بتاعنا، بس قال لها ان هو محتاجها في الشغل اللي هيحصل في قريتها. فبتقول له لونا ان هو مش عاتق لا حكام ولا شياطين. بيقول لها كوناي ان هو لو عمل تغيير في القريه وقتها اخواتها هيدركوا ان هو نيته كويسه فعلا. وقتها بيطلب كوناي من البنات ان هم يتجمعوا كلهم علشان ينتقلوا للقريه بتاعت لونا، وفعلا بيقدروا ينتقلوا في ثانيه واحده بس. ولونا بتكون منبهره ان هي وصلت للقريه بتاعتها في غمضه عين. وكوناي بيقول لليانج ان هو عايز يبدا في بناء المستشفى والبحيره من دلوقتي، وبيلاقي ان المزارعين اللي هو ساعدهم قبل كده فرحانين وبيشكروه لان بفضل الميه والسماد اللي اداهولهم الزراعه اتحسنت كتير جدا. بيروح كوناي لمكان القاعده اللي كان عاملها هناك، ومن خلال قدراته بيقدر يحول القاعده دي لمستشفى ميداني. بتكون المستشفى مجهزه بالمعدات، وبيدخل هو ويانج يكتشفوا المستشفى من جوه. بيلاقوها مليانه بالمعدات وشكلها فخم قوي بصراحه. بيطلب من يانج ان هي تجذب انتباه الفقراء والاغنياء للمستشفى، بس بيقول ان هو مش هياخد مصاريف علاج كبيره من الفقراء، لكن الاغنياء هنمص منهم فلوسهم لحد اخر جنيه. بيطلع كوناي
كوناي جنب المستشفى وبيصنع منتجع للينابيع الساخنه مكون من 3 ادوار. الاماكن جوه بتكون مريحه جدا للاعصاب، وكمان المكان مزود بمطعم كبير فيه كل الاصناف من الاكل، وكمان في اوض كويسه علشان لو حد كان حابب يبات فيها ولا حاجه. وبيطلب كوناي من المزارعين ان هم بعد ما يخلصوا زراعه يجمعوا بعضهم ويجوا علشان يشغلهم في المنتجع بتاع الينابيع بتاعه ويوزع عليهم الوظائف. بيفكر كوناي في الوقت ده ان ما ينفعش يكون في منتجع موجود للناس الاغنياء يبقى وسط قريه فقيره كده، فبيقرر ان هو هيطور القريه الاول ويخليها مناسبه للاغنياء اللي هيجوا. بيفتح كوناي النظام وبيكتشف ان في واحد من ضمن المساعدين ال8 اسمه سامي، وده عبقري جدا، وكمان عنده اخت هتقدر تاخد بالها من الاطفال اللي هيبقوا جايين مع الزباين، والشخص ده عنده مهارات قتاليه عاليه وهيقدر يحمي قريه لونا، وكوناي مش موجود. بيستدعي كوناي في الوقت ده وبيظهر له سامي وبيرحب بيه. بياخدوا كوناي وبيقعدوا سوا، وبيقول له كوناي ان العالم ده مش زي العالم اللي كان فيه في الامبراطوريه العظيمه. بيحس سامي ان هو في عالم خيالي، ولما بيعرف ان يانج هتبقى المساعده بتاعته بيترعب، لان الكل بيقول عليها الست مجنونه، وده بأمارة المهرج اللي خلعت له دراعه من مكانه وركبته تاني. بيساله سامي هو ناوي يعمل ايه في العالم الجديد ده وهو معاه في اي حاجه، لان لولا كان زمانه هو واخته الصغيره ميتين دلوقتي. بيقول له انا معاك في كل حاجه يا ريس، انا واختي على قيد الحياه دلوقتي بسببك. فبيقول له كوناي انه ناوي يدير قريه صغيره فقيره ويطور المستشفى والينابيع اللي فيها، ويعلم ويدرب السكان على المهارات القتاليه، وكمان ناوي يتفاوض مع الاغنياء. فبيقول له سامي انت كده مش عايزني انا، انت كده عايز انسان آلي يعمل لك كل الحاجات دي في نفس الوقت. بس بيقول له كوناي انا واثق فيك ان انت عبقري ومفيش حاجه صعبه عليك. بيفكر كوناي في الوقت ده ان هو لازم يعمل استعدادات للمكان قبل ما الست السريه دي تيجي تزوره. وقتها بياخد اداه سحريه معاه وبيروح يبيعها للراجل اللي اتعامل معاه قبل كده. بينبهر الراجل من الاداه دي لانها عباره عن اداه بتطلع موسيقى من نفسها. هو بيطلب منه كوناي ان يديله سعر في الاداه والمبلغ اللي هو يقول له عليه هو راضي بيه. بيحس الراجل وقتها ان هو في اختبار، علشان لو قال له سعر اقل من اللي هو متوقعه كوناي وقتها مش هيتعامل معاه تاني. فبيقول له الراجل بص يا كوناي انا هديك 15 قطعه ذهبيه وده مبلغ كبير جدا. بيقعد كوناي يفكر هو هيفرتك الفلوس دي في ايه ولا في ايه، واول حاجه بيعملها بيروح لمحل الهدوم وبيطلب لبس راقي هيلبسه للمزارعين اللي هيشتغلوا في المستشفى والينابيع، وبيدي للمزارعين 7 قطع ذهبيه في مقابل ان هم ينجزوا الشغل بسرعه. وبيعدي على السوق بعدها بيجيب خضار وحاجات علشان يعمل بها اكل في المطعم اللي هيفتحه في الينابيع. بعد كده بيقعد كوناي مع نفسه بالليل وبيتحول لشخصيه التنين الفضي، وبيحس ان عن طريق الشخصيه دي هيقدر يهزم القوي وينقذ الضعيف. بيحس ان هو هيبقى بطل بمعنى الكلمه بالشخصيه دي. هو بيقرر انه هيكسر كل حاجه في طريقه في مقابل ان هو يبقى اقوى شخص في العالم. وتاني يوم بنشوف اطفال في المدينه مبسوطين جدا بالاكل اللي كوناي اشتراه، وبيروحوا بعدها للاسترخاء في الينابيع الساخنه، وبياخدهم سامي وقتها علشان ينظفوا ارض المكان قبل ما الست السريه دي تيجي. وبعدها مومو وكيون بيلبسوا اللبس الراقي اللي كوناي اشتراه، وبيعلمهم سامي ازاي يستقبلوا الضيوف. وبعد اسبوع بتوصل الست للمكان وبتنبهر بجمال القريه، وبيقول لها كوناي ان خلال شهر ولا شهرين المكان ده هيختلف تماما عن دلوقتي. لسه هتشكر له في الصابون السحري اللي هو اداهولها، بس بيجي سابو وبيقطع كلامهم، وده الحارس بتاعها بيبقى مغمض عينه بقماش لانه متصاب فيها. فبيساله كوناي ايه هي سبب الاصابه، فبيقول انه كان من رجاله مارشال وده شخصيه مهمه في المجتمع، لكن من كام سنه هجم عليه وحش سحري وضيع نظره، ومن وقتها هو ما بقاش ليه اي لازمه. بيقول له كوناي ان هو هياخده ليانج ودي دكتوره ممتازه هتقدر تعالج عينيه، وطبعا سابو مش بيصدق لان مفيش اي علاج جاب معاه نتيجه. بيدخل المستشفى وبتنبهر بارف ودي هي الست الغنيه من المعدات الفخمه اللي هناك. يانج بتبقى في استقبالهم وبتاخد سابو وبتفك القماش من على عينيه، وبيقول لها سابو انه مش بيقدر يشوف الناس غير خطوط عريضه. بس يانج بتطمنه بتقول له ان من البلد اللي هي منها عندهم دواء بيعالج مرضه ده. بتجيب يانج الدواء اللي بيكون عباره عن قطره وبتحطها جوه عين سابو، وفي خلال ثواني بيرجع له بصره وبيبقى مش مصدق، وبارف هي كمان بتكون مصدومه. بيقعد سابو يعيط من الفرحه وبتقول له بارف ان دلوقتي يقدر يرجع لمارشال ويخدمه زي الاول. فعلا بيروح لهناك بسرعه، ووقتها بارف بتدي ليانج هديه عباره عن قطعه ذهبيه عملاقه، والقطعه دي بيكون ثمنها مليارات حرفيا. وبنرجع في الوقت ده فلاش باك ل10 سنين فاتوا. وقتها لونا كان عندها 6 سنين وبتجري هي وصاحبتها لحد مكان الكنيسه علشان تشتري عيش من هناك، لكن بتلاقي البوابه مقفوله، وبيطلع لها واحد من جوه بيقول لها ان ازاي واحده قذره زيها يجي لها الجرأه تيجي مكان زي ده. بتتعصب لونا من كلامه، بتقول له انها لما تكبر هتبقى عضو في الكنيسه وهتخليه يندم على اللي هو قاله، ومن كتر الغضب بيطلع منها طاقه كبيره جدا بتلعب الراجل ده واللي معاه. وبعد سنتين بتقدر لونا تثبت نفسها وتبقى عضوه في الكنيسه، وبتشكر زعيم الكنيسه وبتقول له ان ده شرف ليها هي، وبتقول له ان هي عندها صديقه مقربه وبتساله لو كان ينفع تنضم للكنيسه هي كمان، بس قال لها الزعيم ان هم قتلوها لانها من طائفه سيئه. بتعيط لونا وبتقول ان هي كانت حد كويس وما شافتش منها اي حاجه وحشه. فبيقول لها الزعيم ان بما انها ناويه تبقى عضوه في الكنيسه فلازم تاخد بالها من معرفه ولازم كلهم يبقوا كويسين. بيعدي سنتين تانيين ولونا بتبقى من القديسين وبتبقى قادره على استخدام الضوء والسحر الذهبي، ووقتها ادوها القريه اللي كوناي بيطورها دلوقتي دي.
بتفوق لونا من ذكرياتها على صوت كوناي وهو بيقول لها ان الست بارف داخله عندها دلوقتي، فيا ريت تعمل لها اللي هم اتفقوا عليه. بتطلع لونا وبتاخد بارف من ايديها وبتدخلها عند حمامات الاسترخاء. بتنبهر بارف من جمال المكان وبيجيب لها البنات اللي هناك اكل علشان يقدموا لها افضل خدمه، وبالفعل بتستمتع جدا وبتجرب كل حاجه. بيوصل خبر ان السيده بارف راحت لقريه لونا علشان تقضي اجازتها هناك، فبتتعصب انجل لان كوناي مش بس اخد لونا منها، لا ده كمان عايز ياخد ست مشهوره زي بارف. بس كيلر مش بيبقى فارق لها وبتقول لانجل تطلع كوناي من دماغها شويه لان لونا مبسوطه معاه وبتحبه. هو بتتمنى كيلر في نفسها ان هي تشوف التنين الفض قريب وتظهر له حبها هي كمان. كده عندنا اتنين بيحبوا نفس الشخص. وبنروح لسامي اللي بيكون راسم خريطه للقريه وبتدخل يانج عليها علشان تفهم هو ناوي يعمل ايه في الفتره اللي جايه. فبيقول لها ان هو ناوي يقسم القريه لاقسام مختلفه وكل قسم يبقى لغرض معين، بس الفكره دي هتكون محتاجه فلوس كتير. وبيقول لها ان هم كده كده هيبيعوا القطعه الذهبيه اللي اخدتها يانج من بارف وهيبقى معاهم فلوس كفايه. فبتقول له يانج احنا ليه ما نخليش بارف تساعدنا في تطوير القريه، بس سامي بيرفض جدا لان دي ارضهم، هم ليه يخلوا الاسراء يتحكموا فيها. بتحس يانج ان هي غبيه وقتها وبتاخد سامي تعمل له شويه فحوصات علشان لو عنده اي مرض تلحقه. وبنروح بعدها لكوناي اللي بيبقى قاعد في بحيره بيسترخي شويه، وبيلاقي ترون في وشه وبيأمرها ان هي تمشي بسرعه قبل ما حد من البنات يجي، بس بتقول له ان هي عارفه ان هو التنين الفضي. فبيتعصب عليها كوناي وبيقول لها انا مش قلت لك قبل كده اوعي تقولي كده قدام حد. بياخدها يوديها حمام البنات بسرعه، وبيروح كوناي اوضته وبيكتشف ان الاكل اللي اشتراه خلص ومحتاج يجيب اكل تاني. وبتيجي جين وقتها وبتنام في اوضته هي ولونا. وتاني يوم بيصحى كوناي قبلهم وبيكتب لهم رساله ان هو رايح للعاصمه وهيرجع بالليل، فيا ريت يعني ما يعملوش اي قلق في المكان لحد ما هو يجي. فبيمشي كوناي واثناء ما هو في طريقه بتوقفوا يوكا ومعاها ميكان. بيقول لهم كوناي انه ليهم وحشه مع انه اصلا مش فاكر اساميهم، وبيتمنى ان يبقى في العالم ده بطاقات تعرفوا اسماء الناس اللي هو مش فاكرهم. وبيجي في بال كوناي فكره بمناسبه البطاقات، بيفكر ان هو يعمل للمزارعين كل واحد بطاقه باسمه بدل ما هم مشهورين بزراعه الجزر وبس. بتساله يوكا هو مختفي فين الفتره دي، فبيقول لها ان هو شغال في القريه وبيجدد فيها حاجات. وميكان بتدرك ان الاشاعات المنتشره عنه صحيحه. بتساله يوكا هو جاي يعمل ايه في العاصمه، فبيقول لها ان هو بيدور على نقابه المغامرين علشان يسال عن حاجات، والحاجات دي بتكون العناصر اللي بتتعارض مع السحر لانه عايز يقوي موضوع صد السحر عنده. بس طبعا مش بيعرف يوكا الحقيقه، وبيقول لها انه جاي علشان سبب تاني غير السبب الرئيسي. فبتقول له يوكا ان هي عايزه تعزمه على مشروب في كافيه قريب من هنا كرد جميل عن انه دخل معركتين بسببها هي وميكان. بيوافق كوناي وبيروح معاهم عند صاحبتهم نوما، وهي بتتصدم ان سيد الشياطين المشهور بقوته بنفسه عندها. الموجودين في المكان بيكونوا عايزين يعزموه على مشروبات، وبيقعد كوناي وبتنزله نوما المشاريب وبتقول انه يشرب براحته الكميه اللي هو عايزها وهي مش هتاخد منه اصلا فلوس. وبعد شويه بتجيب له كميه كبيره من الاكل، وكوناي بيبقى عايز يكلمهم في موضوع مهم، بس بيلاقي يوكا المجنونه بتعمل تصرفات غريبه فبيوجه كلامه لميكان اللي اصلا ما بتكونش طايقاه بس مجبره تتكلم معاه لانه راجل كويس وانقذها كتير قبل كده. بيسالها كوناي عن نظام المغامرين، فبتقول ان هما بيحاربوا وحوش وبيكسبوا مكافآت من وراهم، واثناء القتال مع الوحوش دي ممكن يلاقوا كنوز تحت الانقاض. والمغامرين بياخدوا اجزاء من الوحوش وبيبيعوها للنقابه، وكل ما كان الجزء اجمل كل ما كانت الفلوس اكتر بكتير. وفي كمان تصنيفات للمغامرين لان كل ما ارتفعت رتبتك وبقيت اقوى كل ما هتتعامل معامله افضل. بيحس كوناي ان الموضوع اشبه بلاعبين الكره المحترفين اللي بيتم اكتشافهم من الفرق وبيتعرض عليهم فلوس كتيره، واللاعبين وقتها بيختاروا اي فريق فلوسه اكتر. وبيدرك كوناي في الوقت ده ان العالم ده اشبه بالعالم بتاعه، لكن بتقول له يوكا ان شغلانه المغامرين دي مش سهله لان في اوقات مش بيلاقوا اي وحوش يقتلوها خالص، حتى ما بيلاقوش وحوش في الابراج المحصنه، وده معناه ان هم مش هياخدوا اي فلوس. بيسالها كوناي عن ايه نوع الاشياء اللي الناس بتكتشفها في الابراج المحصنه، فبتقول له مكان ان في حاجات كتير زي الاسلحه والدروع واشياء مصنوعه من المعادن، واشياء تانية مصنوعه من انياب الوحوش القويه، وفي كمان عناصر رقيه مصنوعه من مواد خاصه، وفي عناصر خاصه بالاسطوريين ودي زي السلاح بتاع انجل ومطرقه كيلر كده. بعدها بيسالها كوناي هل في مكان بيبيع العناصر دي ولا هو لازم يروح للابراج المحصنه ويستخرج اللي هو عايزه بنفسه. فبتقول له يوكا ان في اماكن لبيع العناصر لكن بتبقى جودتها سيئه جدا، بس كل ما تدفع اكتر كل ما تاخد حاجه نظيفه. بيقرر كوناي ان هو يروح لهناك وبتعرض عليه يوكا ان هي تيجي معاه. بيوافق كوناي طبعا لان يانج وسامي المساعدين بتوعه بيكونوا مشغولين في القريه واكيد هو مش هيعطلهم. وبنروح في الوقت ده عند انجل اللي بتكون قاعده تدعي ان قوتها السحريه تزيد علشان تنقذ لونا لانها قلقانه طول ما هي جنب كوناي، وبتقول ان هي هتروح تتفاوض معاه ولو مرضاش هتقتله. فجاه بتفعل مهاره النقل الاني وبتنتقل للقريه بتاعت لونا، لكنها بتتفاجئ بعدد كبير من العمال والمزارعين هناك. سامي بيكون طالب واحده عندها قوه سحريه علشان تمتص قوه بلوره سحريه موجوده في القريه، فلما بيشوف انجل بيفتكر ان هي البنت دي، بيأمرها ان هي تمتص السحر من البلورات، وبتيجي لونا من وراها وبتستغرب وجودها في المكان. بتسالها انت جايه بتعملي ايه هنا، فبتقول لها انجل ان كوناي سيد الشياطين بيستغلها فيا ريت تيجي معاها للعاصمه. بترفض لونا طبعا لان الفتره دي هي مهتمه بتجديد القريه بتاعتها، وانجل بيجي في بالها ان كوناي هيستخدم القريه
القريه دي كقاعده لجمع الوحوش. وقتها بتسالها انجل هو جاب الفلوس دي منين علشان يعمل التجديدات دي كلها، فبتقول لها ان هو باع قطعه ذهبيه. وبتيجي ترون علشان محتاجه لونا في شغل، ووقتها لونا بتامر مومو وكيون العاملين ان هم ياخدوا اختها انجل للنباع الساخنه يمكن تغير فكرتها عن كوناي. بتروح انجل مع البنات، واول لما بتدخل الحمامات الساخنه اللي موجوده هناك بتنبهر بجمالها، لكنها بتتفاجئ بكوناي قاعد جوه ومستنيها. بتستغرب وجوده وبتفكره عامل لها كمين هنا، بس قال لها كوناي ان دي حمامات لعامه الناس. بتساله انجل هو انت عملت ايه قدرت تخدع بيه لونا والسيده بارف؟ فبيرد عليها كوناي وبيقول لها ان هو مش بيغصب حد على حاجه، اللي موجود هنا في القريه موجود بارادته. انجل بتقول له ان مفيش قدامها اي دليل قوي يخليها تصدق، بس بيقول لها كوناي انا ما يهمنيش اصلا، ويا ريت تقعدي بقى في الينابيع السخنه هنا وتبطلي رغي. بتقعد انجل وبعدها بيعرض عليها ان هي تشرب مشروب ساخن، لكن بتبقى قلقانه لا يكون حاطط لها سم فيه ولا حاجه. بتفعل انجل قوتها السحريه على المشروب وبتلاقي ان ما فيهوش اي سم، فبيقول لها كوناي ان السم الوحيد اللي في المملكه دي هي الناس اللي بتدير المملكه، لانهم مش مهتمين بحياه الناس اللي عايشه فيها ولا حتى بيخططوا لمساعدتهم، وكل اللي بيفكروا فيه هم نفسهم وبس. وبيجي في بال كوناي في الوقت ده القريه اللي جن منها لما كانوا بيعاملوها معامله وحشه بدل ما ينقذوها من الفقر اللي هي فيه. انجل في الوقت ده بترد عليه وبتقول له ان هو معاه حق وان هي مش هتقدر تجادله في حاجه زي كده. بتشرب انجل المشروب وده بيزود قوتها بنسبه كبيره، وبيديها كوناي تاج بيطلعه من مخزون الادوات بتاعته، وبيقول لها ان ده هيخليها اقوى. بتاخده انجل وبتحس ان في تغيير كبير فعلا في قوتها. بيطلعوا من قاعه الينابيع بعدها، وكوناي بيسال انجل هي جت هنا ازاي. بتخبى عليه ان هي جت من خلال النقل الاني، وبتقول ان هي جت لوحدها عادي. فبيقول لها كوناي ان دلوقتي هيوصلها للقلعه وبينقلها عن طريق النقل الاني هو. بتستغرب انجل ان هو قادر يفعل مهاره زي دي، وبيطلب كوناي منها ان هي ما تقولش لحد على اللي حصل النهارده. بتقول انجل في نفسها ان الواد كوناي ده غريب جدا، لان الحكام بس هم اللي قادرين يدوا الهالات للناس. فيا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل مع كوناي بعد كده؟ كل ده واكتر هنشوفه في الموسم الثاني، واللي انا متحمس له زي ما انت متحمس له بالظبط يا صديقي. فما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه علشان اول لما الموسم الثاني ينزل انت تكون اول واحد اتفرج عليه، ولايك علشان ده يحمسنا ان احنا نكمل. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي وسلام.